مواقف كتير بتحصل في حياتنا بتغير مواقع الناس في قلوبنا، بنعرف منها مين اللي ممكن نعتبره ظهر وسند قوي نركن عليه واحنا مطمنين، ومين اللي هش زي فقاعات الهوا مجرد ما تحتاجه ينفجر ويتبخر. بنعرف اللي بيتعامل معانا مصلحة من اللي بيتعامل معانا محبة وود وأخوة. معظم الناس أصبحت بتحكمها المصلحة، ممكن تكون مصلحة مادية بيعتبروك مصدر ياخدوا منه فلوسه بس، أو مصلحة معنوية إنك بتسمعهم وتفهمهم وتريحهم وتلبي لهم رغباتهم، يعني علاقة مصلحة أيا كان نوعها. لكن مع الوقت بتفهم وتعرف طبيعة علاقتهم بيك، ووقتها يا إما بتفضل تتعامل معاهم وإنت بتريحهم بالحاجة اللي هم بيتعاملوا معاك عشانها، يعني بتحقق لهم مصلحتهم واللي هم عايزينه منك، لكن من جواك بتخرجهم من دايرة اهتمامك وبتفقد الأمل فيهم، يعني بتبلور علاقتك بيهم في إطار المصلحة. بيفضلوا موجودين في حياتك، لكن لو غابوا ممكن تنساهم أصلا، يعني بالنسبة لك وجودهم مجرد أسماء في حياتك. العلاقات اللي بتتبني على المصلحة عمرها بيكون قصير، لأنها بتنتهي بمجرد ما تنتهي المصلحة. لكن العلاقات اللي بتتبني على الحب والود بتعيش وتدوم مدى الحياة.